جوزي عقيم ما بيخلفش وعايزني احمل من صاحبه. المصيبة دي مصيبة واحدة بعد النهاردة مشكلتها وبتقول: انا وجوزي متجوزين بقالنا 13 سنة وربنا ما اكرمناش بالخلفة. عملنا كل حاجة تتخيلوها، عملنا عمليات حقن وعملنا تلقيح صناعي وعملنا كل حاجة ممكن الانسان ان هو يسعى ويعملها علشان ربنا يرزقه بذرية صالحة. بس ربنا ما اردش، ربنا مش رايد لينا ان احنا يكون عندنا اطفال. كان جوزي راضي بقضاء ربنا وانا كمان راضية بقضاء ربنا، لحد لما الشيطان بدأ يلعب في دماغ جوزي. والشيطان دوت صاحبه، لان جوزي عنده املاك كتير وعنده ورث كتير وعنده يعني ميسور الحال. فصاحبه دوت واحد على قد حاله، فضل يلعب في دماغه ويقول له: طب ما ايه رأيك لما مراتك تعمل تلقيح صناعي، بدل هي ينفع تخلف وانت اللي مش عارف، تعمل تلقيح صناعي من شخص تاني. قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني مثلا هي تروح تعمل التلقيح الصناعي بس ما يكونش العملية معاك انت او منك انت. قال له: من حد تاني. قال له: هو في حد تاني ممكن اعمل معاه كده؟ قال له: انا. قال له: انا عندي استعداد، انا عندي عيال وبخلف، عندي استعداد ان انا اساعدك في حاجة زي دي. فلقيت جوزي فرحان قوي وجاي طاير من الفرحة، بيقول لي: ايه رأيك لما نعمل كذا كذا من صاحبي، يعني انتي وصاحبي تعملوا عملية تلقيح صناعي؟ بدأت اصرخ في وشه واقول له: ازاي انت بتقول كده؟ ازاي ترضى عليا حاجة زي دي؟ ولما لقاني انهارت بدأ يقول لي: انت فاهمة غلط، هو مش هيلمسك، هو مش هيجي جنبك. لو عايزين تعرفوا بقى ايه اللي حصل وهو كان بيحاول يقنعها وبيقول لها ايه، هيبقى في الجزء الجاي. وبعد ما عرفت ان جوزي كان عايزني ان انا احمل من صاحبه، رد فعلي كان صدمة لما لقيته بيقول لي: هتعملي تلقيح صناعي من صاحبي ومحدش هيلمسك. دي صاحبة المشكلة اللي بعتها الجزء اللي فات وبتقول: لما قال لي كده بدأت اصوت واصرخ في وشه واقول له: هتروح فين من ربنا؟ يقول لي: مش هيلمسك. اقول له: مش بتكلم على اللمس، هو ربنا مش هيعاقبك غير على اللمس وبس. هتروح فين؟ اختلاط الانساب ده هتعمل فيه ايه؟ يعني ايه اشيل في بطن طفل مش طفلك ويتكتب باسمك؟ لو انت ضحكت على الناس كلها هتضحك على ربنا ازاي؟ انت عارف يعني ايه اختلاط الانساب؟ انت عارف ايه الكارثة والمصيبة اللي انت عايز تعملها؟ غير كده وكده ده انا شرفك، مش بتغير عليا؟ وكل اللي انا عملته في هدوء تام ان انا لميت هدومي ورحت بيت اهلي. مفيش قبل ما اوصل كان هو سابقني هناك بالعربية وقاعد يتكلم مع اهلي ومع والدي ووالدتي وبيحاول ان هو يقنعهم ويغريهم طبعا بالفلوس. بدأ ابويا لسه هيتكلم، قلت له: ما تتكلمش يا بابا، ده قرار وانا خدته، انا هتطلق من البني ادم ده. صبرت معاه بدون خلف اكتر من 16 17 سنة، وفي الاخر جاي عايزني اعمل كده؟ مستحيل اغضب ربنا ابدا، مستحيل. وكنت ممكن لو انا من الاول عايزه اخلف من حد تاني غيره كان زماني اتطلقت وقلت اعيش حياتي. بس هو ما رعاش ده وما رعاش انا عملت ايه علشانه، وفعلا ما يستاهلش ان اعمل كده. لو هيضحك على الناس كلها مش هيضحك على ربنا، وشخص عايز يضحك على ربنا ما اقدرش اكمل معاه حياتي. طبعا بيترجاني ان انا ارجع له وبيترجاني ان انا اتنازل عن موضوع الطلاق دوت، واهلي بيقولوا لي خلاص سامحيه، بيقول مش هيعمل كده تاني. بس انا مش قادره ان انا يعني اتنازل عن الطلاق، ولا قادره ان انا استنى معاه اكتر من كده. يا ريت تنصحوني وتقولوا لي اكمل ولا اتراجع عن الطلاق ولا اعمل ايه بالظبط.